السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. أنا ليلى صابر ودي قناتي مطبخ ليلى صابر. النهاردة هنعمل مع بعض العيش السوري. زي ما احنا شايفين كده بيبقى خفيف وحلو جدا، وممكن نعمل بيه سندوتشات الشاورما، وممكن ناكله جنب الأكل زي العيش البتاوي اللي عملناه قبل كده، وممكن نعمل بيه سندوتشات شاورما زي السندوتشات السوري. هنبتدي مع بعض. مقاديرنا زي ما احنا شايفين بسيطة قوي. معانا كيلو دقيق، عليهم نص معلقة ملح، هنقلب الملح مع الدقيق وهنضيف عليهم المية. هنحط المية واحدة واحدة أثناء العجن. زي ما احنا شايفين هنعجن واحدة واحدة ونضيف المية شوية شوية. احنا هناخد أول حاجة الكوبايتين مية، وبعد كده هنشوف العجينة محتاجة مية تاني هنزودها، بس بحرص علشان العجينة ما تطرش قوي مننا. هي بتكون عجينة متوسطة، ولا هي طرية ولا هي يابسة. زي ما احنا شايفين كده البنات اللي بيخافوا يعجنوا، زي ما انت شايفة العجن بسيط جدا، ما بياخدش اي مجهود، وفي نفس الوقت لازم تتجرأي وتجربي. انت هتمشي مع الدقيق، تضيفي عليه المية واحدة واحدة، ولما تحسي ان انت ايديكي مليانة عجين ومش عارفة تعجيني كويس، سلكي ايديكي من العجين واغسليها وسيبي العجينة ترتاح 3 دقايق، وبعدين ارجعي اعجني تاني، هتلاقيها مشيت معاكي سهلة، والدقيق كله هيتجمع مع العجين هتبقى عجينة كتلة واحدة. زي ما انت شايفة هتقلبي من تحت لفوق وتفضلي تعجني لحد ما العجينة تبقى متماسكة معاكي. زي ما احنا شايفين العجينة بقت متماسكة خلاص كده. قربنا نخلص. بعد ما نخلص عجن خالص هنغطيها ونسيبها ترتاح. شوفوا الطبق بقى نضيف ازاي، ما عادش فيه اي بواقي عجين، كلها بقت متماسكة مع بعضها. هنغطيها بالكيسة ونحط عليها قطعة من القماش ونسيبها ترتاح. هنا اللي احنا هنعمله المحلول ده اسمه محلول توريق. ده اللي هيورق لنا العيش السوري. زي ما هنشوف مع بعض هنعمل بيه ايه. معانا كوباية زيت هنحطها تقدح على النار، ونضيف عليها معلقتين من الدقيق ونفضل نقلبهم زي ما احنا شايفين كده. ولونهم مش هيتغير، مش هنسيب لونهم يتغير، هو بس تقليب كده لمدة 3 دقايق، وبعدين نرفعها من على النار ونسيبها تبرد خالص. هنا معانا العجينة ارتاحت. زي ما احنا بنعمل كل مرة هنكورها كور صغيرة، ننعم العجينة تحت ايدينا وبعدين نضغط عليها جامد بحيث ان هي تطلع لنا كورة متساوية. زي ما احنا شايفين الطريقة كده. هنكور العجينة كلها ونسيبها ونغطيها ونسيبها، وبعدين نبتدي نفردها. ناخد اول كورة عملناها هنحط تحتها دقيق ونرش عليها دقيق، وبعدين نفردها بالنشابة، بس مش هنفردها قوي، هنفردها نص فردة ونسيبها ترتاح. هنخلص كل الكمية بالطريقة دي. هنفردها نص فردة ونرصهم كلهم جنب بعض ونرش عليهم دقيق وتحتيهم دقيق، ونعملها نفردها واحدة واحدة وهنخلص الكمية كلها، وبعد كده هنشوف نعمل مع بعض ايه. هنعمل كمان واحدة هنرش عليها دقيق عشان ما تلزقش في التانية، ونفرد نص فردة وبعدين نرصهم جنب بعض ونرش عليهم دقيق بحيث ان هما ما يلزقوش في بعض برضو. هنا فردنا كل الكمية وغطيناها زي ما احنا شايفين. برضو هنرجع ناخد اول 4 عملناهم، والمحلول اللي احنا عاملينه بالزيت والدقيق هنبتدي ناخد منه وندهنها واحدة واحدة ونرصهم فوق بعض زي ما احنا شايفين. هنرصهم 4 4 أو 3 3 زي ما احنا شايفين كده، وهنسيبهم برضو لحد ما نخلص بقية الكمية كلها.
نعمل واحدة تانية وبعدين نرص ندهن ونحط فوقيها العيش الرغيف التاني لحد ما نخلص الكمية كلها. وبعدين هناخد اول 4 حطيناهم على بعض ونبتدي نفردهم زي ما هنشوف. هناخد اول 4 عملناهم مع بعض، وبعدين نبتدي نفردهم بالنشابة. مش هنرققهم قوي علشان ما ينشفش مننا واحنا بنسويه. نفرد بس برضو زي ما بقول لكم مش هنفردهم قوي. العيش ده خفيف قوي، طعمه حلو جدا. ممكن ان احنا نعمل بيه صينية رقاق باللحمة المفرومة، لان هو يعتبر زي الرقاق بالظبط، زي الرقاق الطري، وبيدي نفس النتيجة. هنا عملناها بالحجم اللي احنا شايفينه ده. هنبتدي نسويها على صاج او على جريل، هندهنه بالزيت وبعدين نحط عليه العيش وهنسويه زي ما انتوا شايفين. هنقلبها على الوش التاني وبعدين هنشيل الرقاقة اللي على الوش اللي هي تعتبر استوت. هنشيل اول واحدة وبعدين نقلب العيش على الناحية التانية وبعدين نشيل برضو اللي استوت. وبالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. معلش هي هتكون سخنة شوية، هنشتغل بسرعة علشان قبل ما ايديكوا تتلسع. زي ما انتوا شايفين كده خلصناهم، وهنسوي الباقي كله بالطريقة دي ونحطه في صينية او في حلة ونغطيه علشان يفضل طري. زي ما انتوا شايفين النتيجة جميلة جدا وطري جدا. اول حاجة هنعمل بيه سندوتشات الشاورما. ده استعمال من ضمن الاستعمالات اللي ممكن نستعمله فيها سندوتشات الشاورما السوري. ممكن نعملها بسندوتشات، نعملها باللحمة المفرومة المعصجة، او بالشاورما الفراخ، او بالشيش، او بواقي لحمة بواقي فراخ بايتة عندنا. ممكن نعملها ببصلاية وقرنين فلفل ومعلقة سمنة، نشوحهم على النار وبعدين نعمل بيهم سندوتشات وتدي نتيجة السندوتشات السوري. وعملناها في البيت بطريقة سهلة جدا وما كلفتناش كتير وبطريقة سريعة، وهتعجبكم ان شاء الله وهتعجب الجميع زي ما احنا شايفين. وهنديها كمان معلقة سمنة كده او ندهنها زيت ونحمرهم تحميرة خفيفة كده علشان يدي نفس النتيجة بتاعت سندوتشات الشاورما. والطعم جميل جدا وهيعجب الجميع. ارجو ان الاول مرة يشوفني يشترك معايا في القناة، واللي موجود معايا ما تنسوش تعملوا الجرس، تضغطوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وادي النتيجة يا حبايبي، جميلة جدا. حاجة بسيطة ما كلفتناش كتير، هو بس كيلو الدقيق وكوباية الزيت. كلها مقادير بسيطة ومتاحة وموجودة في اي بيت، وهتعملوا اي حاجة اطفالكم يطلبوها بكل سهولة. زي ما احنا شايفين نتيجة جميلة جدا وهتحوز على اعجابكم ان شاء الله. وبألف هنا وشفا للجميع. وفي نهاية الفيديو أسيبكم في رعاية الله. مع السلامة.